اسمع إلى قصة أخرى وصفحة جديدة. زفافها بعد 3 شهور، سوف تتزوج بعد 3 شهور، لكنها لا زالت على علاقاتها الفاجرة، علاقاتها المحرمة. ستتزوجين يا فلانة بعد شهور، أنت الآن مخطوبة، أنت الآن يعني رجل يريدك بالحلال، ولكنها لا زالت مثل بعض الفتيات: هذه آخر الأيام قبل أن أدخل السجن أفعل ما أفعل، فأستانس قبل ما أتزوج. عندها أصحاب وعندها علاقة محرمة وتفعل الحرام. قبل زواجها ب3 شهور اكتشفت أمرا. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ تقول صاحبتها: اتصلت بي، قالت لي تعالي أرجوك تعالي. تقول: فذهبت إليها فوجدت صاحبتي تبكي. ما الخبر؟ تبكين لأن زواجك بعد 3 شهور؟ تبكين ومثلك تفرح وتسعد وتستبشر لأن الزواج اقترب؟ قالت: لا، مصيبة يا فلان. قالت: وما المصيبة؟ قالت: لا تخبري أحدا. قالت: ما الخبر؟ قالت: إني حامل. ماذا؟ حامل؟ ممن؟ من زوجك؟ لا، زوجي لم يقربني إلى الآن، ننتظر الزواج. قلت لها: ممن؟ قالت: من صاحبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا الآن حامل ومضى على حملي شهر وبقي على الزواج 3 شهور. أهلها لا يعلمون، أقرباؤها لا أحد يعلم، لو علموا لذبحوها قتلوها. ماذا تفعل؟ تقول: هي صاحبتي، كتمت سرها، كل يوم يمضي كسنة في حياتها، تصارع الآلام، تصارع الهموم والأوجاع. تقول: بحثت وهي عن حل لم نجد، استشرنا بعض الأطباء، ذهبنا إلى كثير من الأطباء، لا أحد يساعدنا. أي طبيب نسقط هذا الجنين؟ لا فائدة. أي مستشفى؟ لا أحد. أي إنسان نعطيه ما يشاء من المال، ولكن لم يستجب لنا أحد. اتصلنا على بعض الشيوخ، تقول، وهي للأسف تقول صاحبتها، تقول: حتى الذين اتصلنا عليهم من أهل الدين ما ردوا علينا بردود فتحوا لها على الأقل باب التوبة، على الأقل علموها ماذا تصنع ماذا تفعل، ما أخبروها. بعضهم عنفها، بعضهم صرخ في وجهها، بعضهم أغلقت هاتف في وجهها. للأسف ما اتصلت على أهل الحكمة منهم، ربما قدر الله عز وجل. تقول صاحبتي: كل يوم يزداد همها، تخنقها العبرات، مثلها تستعد للزواج، تبحث عن ملابس الزفاف، مثلها تبحث عن ليلة عرسها، أي صالة ستعمل العرس فيها، ماذا ستفعل في تلك الليلة، أين ستسافر بعد الزواج، مثلها تعيش في سعادة لا يعلم بها إلا الله، إلا صاحبتي. تقول صاحبتي: تعيش في هم وغم لا يعلم به إلا الله. تقول: وفي يوم من الأيام اتصلت علي أمها وهي تبكي، قالت لي: يا فلانة، علمت عن صاحبتك؟ قلت لها: نعم، كنت عندها البارحة. قالت لها: أتعلمين ما الذي حصل؟ قالت لها: لا، خير إن شاء الله يا أم فلان. قالت لها: ما ندري، دخلنا عليها في الصباح وجدناها على الأرض، ملقاة على الأرض، حملناها إلى المستشفى، قالوا لنا ماتت منذ الليل. بكيت، قلت لها: كيف ماتت؟ قال: الطبيب أكلت حبوبا سموما وانتحرت، بنتكم منتحرة، قتلت نفسها وزفافها بعد 3 شهور. انتحرت لما؟ همها قتلها، ذنوبها قتلتها، المعصية جعلتها تنتحر. دعني أكسر أغلالي وأوصاري، فالهم أعلن بين الناس أسراري. دعني أسح دموعا أشربت بدم، وأرسم الحزن في قرطاس وأشعاري. أصحو وأغفو ولكن بين أجنحتي قلب تقلبه الشكوى على ناري. أصبو إلى روضة بالحب وارفة، كبلبل موجع يهفو إلى داري. غيري تربت على القرآن باسقة، فأثمرت وازدهت في طاعة الباري. كأنها وردة شماء زاهية في دوحة الطهر أو في روض أزهاري.
في قلب راضية، في ثوب زاكية، في طهر غادية، في حسن أقماري. أما أنا فادلهم الخطب في كبدي، وسودت سيئاتي لوحة تذكاري. تقول هذه الصاحبة بعد أن كتبت قصة صاحبتها، تقول للمجتمع: حرام عليكم، حرام عليكم، هذه ضحية. نعم هي أخطأت، لكنها ضحية لمن؟ ضحية لمجتمع سمح لهذه الأمور أن تنتشر فيه بلا وازع ولا رادع. ضحية لأم كانت غافلة، أم غافلة لا تعلم عن ابنتها شيء، أب لا يعلم عن بنته